ان شاء الله عوده حميده باذن الله. ميعاد بالظبط ان شاء الله تلعب مباراه قادمه مع الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعني بكره هنخش نطلب البطاقه وباذن الله تجيلنا في خلال 48 ساعه. ميدو اقول لك يعني رؤيتك بقى دلوقتي بشكل عام للدوري وشكل المنافسه يعني بيحط عليكم ضغط نوعا ما شويه ان النقاط اصبحت قليله، ولا انت بتشوفها ازاي انت كلاعب برضه من اللاعبين الخبرات الكبيره في الفريق؟ والله انا شايف ان اللي خايف يروح، يعني اللعيب اللي ما يعرفش يلعب تحت منافسه ما يستحقش انه يلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك. يعني اللعيبه عندنا ما عندناش الكلام ده، اللعيبه كلها في ضغط المنافسه مش ضغط الخصم. في فرق ان الخصم عمل لك ضغط والمنافسه ان انت بتلعب لغايه اخر نفس. انا خدت بطوله يعني قبل كده مع اياكس وانا صغير، وكنا بنلعب لغايه اخر ماتش على فرق البونت، وشفت قد ايه ان الناس في ظل ان هم يعني بيبقى عندهم ضغوط كبيره جدا، ان هو بيوصل لمرحله نفسيه او ستيت اوف مايند ان هو يبقى هادي جدا، ان انت تبقى في ضغط لكن هادي جدا. لعيبه نادي الزمالك لعيبه كبار كلهم، في لعيبه مباريات دوليه كبيره جدا، واعتقد ان الكلام ده مش موجود. وحتى لو في الضغط المفروض يخلي اللعيب احسن، يخلي اللعيب ان هو يأدي بشكل افضل. دورك وانت مش موجود في الملعب الفتره اللي فاتت دي كنت بتحاول يكون ليك دور على الاقل كقائد يعني او كلاعب خبره، عشان بس ما يبقاش كلمه مفهومه غلط. لا طبعا، يعني احنا كلنا موجودين حوالين الفرقه، والنهارده زي ما انت شايف كل اللعيبه الصغيره الناشئين كلهم، واللعيبه كلها وحسن مصطفى وانا وعمر جابر، اللعيبه كلها موجوده بتساند الفرقه، ودي حاجه ما كناش بنشوفها قبل كده. لكن ان شاء الله احنا تعهدنا ان احنا نعمل يعني حاجات مختلفه في كل يعني حاجات مختلفه من اول الماتش ده، وباذن الله ربنا يكرمنا النهارده، ولما ربنا يكرمنا النهارده هنعمل نفس الكلام ده في 7 ماتشات الجايه باذن الله. ميدو مش هينفع تبقى معاه ما اسالكش عن رايك عن الشكل يمكن اللي خرج بيه كابتن حسن شحاته من قياده المنتخب مباراه جنوب افريقيا، انت رايك ايه في القصه دي؟ اكيد اتسالت كتير يعني. لا والله انا شايف ان كابتن حسن يعني قدم انجازات كبيره لمصر، وكل مدرب ليه نجاحاته واخفاقاته. نجاحات كابتن حسن طبعا معروفه واخفاقاته معروفه. ما حدش يقدر ينكر الجميل او حد يقدر يقول ان كابتن حسن شحاته كان مدرب فاشل لمنتخب مصر او مدرب فشل مع منتخب مصر. الراجل عمل انجازات ما حدش عملها قبل كده، ولازم نحترمه ونحترم الطريقه اللي يمشي بيها. وانا شايف ان لازم يكون فيها يعني اقل حاجه ان يبقى في تكريم من الاتحاد المصري للكابتن حسن. بس يعني واكيد كان في وقت كابتن حسن هيمشي فيه، يعني اكيد كان في وقت كابتن حسن هيمشي فيه، واعتقد ان هو مشي في الوقت المناسب. يعني هو مشي في الوقت المناسب لان بعد كده كانت تبقى الضغوط صعبه جدا، الضغوط تبقى صعبه جدا عليه. طب يعني ده فعلا، هل انت قلت ان ده بيفتح لك الباب نوعا ما شويه ان انت ممكن تكون موجود مره ثانيه للمنتخب، بدا الموضوع يعود لاذانك مره ثانيه؟ انا الباب كان مقفول لي في المنتخب، يعني ما كانش متوارد، الباب كان مقفول لي في عز الحمد لله تألق السنه اللي فاتت في الدوري المصري، ما اتخذتش بطوله انجولا. صحيح المنتخب راح كسب البطوله، كان مش معنى كده ان انا ما كنتش المفروض ابقى موجود. وصدقني انا لو كنت لعبت في ريال مدريد الفتره اللي فاتت ما كنتش هروح منتخب مصر. كنت لو لعبت اساسي في ريال مدريد ما كنتش هروح منتخب مصر، ودي حاجه انا متاكد منها، والناس اللي حوالين المنتخب متاكدين منها. على الاقل النهارده هيبقى ليا فرصه عادله ان انا لما اكون كويس انضم لمنتخب مصر، لان انا راجل عندي 28 سنه لسه، الناس بتنسى الكلام ده. والحاجه الثانيه ان انا لسه قدامي 5 6 سنين ممكن ادي منتخب مصر فيه. اخر حاجه خالص عشان ما اطولش عليك، الفتره اللي فاتت دي برضو اتقال كلام كتير قوي على لسان ميدو على مستحقاته الماديه، الفتره اللي ما لعبتهاش يمكن فتره كانت طويله، فوضعها ايه عشان بيطلع حد يقول ميدو واقف؟ يعني وضعها ايه برضو؟ لا وضعها ان انا راجل عندي ماضي عقد مع نادي الزمالك، يعني وانا اتضريت كتير جدا الفتره اللي فاتت، ضريت ادبيا ومعنويا ونفسيا، ومش معنى كده ان انا اتضرر ماديا كمان. بقولها صراحه انا مش هسيب ولا مليم في ال6 شهور دول، ولا مليم. ولو اي حد في نادي الزمالك واهم ان انا هسيب مليم فهو عايش في وندرلاند. شكرا جزيلا. يعني وندرلاند.